الثعلب الفرنسي الكبير والمدرب الأسبق للمنتخب المغربي الأول هيرفي رينار يفاجئ المغاربة بما قالوا بعد مباراة المغرب ومالي والتأهل لأسود الأطلس رسميا إلى أولمبياد باريس في العام المقبل، والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لمواجهة المنتخب المصري في درب عربي ناري مرعب خطير لا مثيل له. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. هيرفي رينار وجه تهانيه إلى الشعب المغربي العظيم: أنا منكم، أنا مغربي، أنا هيرفي رينار، أشجع المنتخب المغربي، أحب المغرب بشعبها بكل ما فيها. هيرفي رينار عن رأيه في المباراة أكد بأنه شاهد المباراة كأنه مغربي، ويتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في تخطي عقبة مصر في المباراة النهائية والفوز باللقب الغالي. هيرفي رينار أكد أن مدرب المنتخب المغربي بدأ المباراة بشكل رائع جدا. المنتخب المغربي في أحداث الشوط الأول كان منسجما، كان انتشاره داخل أرض الملعب ضد منتخب مالي انتشار رائع جدا دفاعيا وهجوميا. أما في الشوط الثاني فلجأ مدرب المنتخب المغربي عصام الشرعي إلى خطة خاطئة تماما، ألا وهي اللجوء التام إلى الدفاع وإتاحة الفرصة للاعبي منتخب مالي للسيطرة على المباراة وتشكيل خطورة وأكثر من كرة خطيرة على مرمى منتخب المغرب. هكذا ما قاله هيرفي رينار عن المباراة. اختتم أيضا هيرفي رينار تصريحاته مؤكدا أن هدف منتخب مالي الثاني في مرمى المغرب هدف كارثة 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 تكتيكية من حيث سوء الانتشار على أرضية الملعب وعدم الرقابة الجيدة لمهاجمي منتخب مالي. هيرفي رينار تمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في مباراة المنتخب المصري في فاينل إفريقيا، وتمنى لهم التوفيق في طبعا جلب ميدالية للكرة المغربية من خلال أولمبياد باريس العام القادم.